انا ما شفتش في حياتي يا غريمي بجاحه كده. دلوقتي بيحصل حاجه، اغرب حاجه انت ممكن تشوفها في حياتك، واكتر حاجه مضحكه عامه يعني اللي مشجع البرشلوني والريال مدريد. طبعا زي ما كنا عارفين ان برشلونه عملت صفقه حارس جديد اللي جاي من اسبانيول، والمفروض ان هو هيبقى الحارس الاساسي للنادي، والبديل بتاعه كمان تشيزني. يعني بمعنى اصح بشكل غير مباشر بيقولوا للمعلم تير شتيجن: عم احمد سلام عليكم. سلام عليكم يا معلم. عم احمد يعمل ايه بقى؟ الراجل اول ما وصل الحارس وهو بينزل في صور ان هو كارف ومش فارق معاه وبيضحك ومبسوط والدنيا جميله، لدرجه ان في صحفيين سالوه: يا مستر تير شتيجن، هو انت شايف ايه القصه في الصفقه للحارس الجديد؟ قال لهم: يعني مش مركز، كارف، الراجل كارف. المهم بالنسبه لي ان انا حارس برشلونه الاول. والله العظيم انت عايش في وهم. هتقول لي الكلام ده كله كان من تحت الترابيزه ومفيش حاجه رسميه ومفيش حاجه اكيد. احب اقول لك يا معلم ان الشاب ديكو النهارده اتسال، اللي هو مدير التعاقدات في برشلونه، اتسال بشكل مباشر بقى المره دي. قال لهم: انا ما عنديش علم، يعني كل وظيفتي هنا في النادي ان انا اسهل للمدير الفني ان الصفقات اللي هو هيحتاجها في النادي وهيحتاجها طول الموسم، وان انا مش المفروض مني ومش من وظيفتي ان انا اقول لتير شتيجن ان انت مش الحارس الاساسي ولا حتى الاحتياطي، وان انت تبقى الحارس الثالث اصلا. لو هو شايف ان هو الحارس الاساسي لبرشلونه، فللاسف مفيش قانون في عقده بيقول الكلام ده. اصلا مفيش قانون في عقد اي لاعب بيضمن له ان هو يلعب اساسي. يعني بشكل او باخر مع السلامه يا معلم. بيقول له مع السلامه بالشياكه كده. راجل اسباني محترم كده. فقلت اجي اقولها لك انا يعني بالطريقه اللي هو مش عارف يقولها لك بيها، لان هو راجل محترم وانا الصراحه يعني هكذا تهان الاساطير، الاساطير يا برشلونه.